اهلا بيكم يا احلى اخوات. في اكلات كده اول ما ريحتها بتطلع كل البيت بيعرف ان في اكلة تقيلة النهاردة، وفتة اللحمة دي واحدة منهم. كل طبقة فيها سر وكل خطوة ليها طعم خاص. النهاردة هنعمل مع بعض فتة لحمة غنية ومتبلة وصوصها يخطف القلوب قبل العيون. انا روما وهقولك على الطريقة اللي تخلي كل مرة تعملي فيها الفتة تطلع بنفس الطعم الاصيل ونكهة زمان. كل تفصيلة النهاردة مهمة من التتبيلة لحد الصوص والتقديم. خلينا نبدأ بالمكونات ونشوف إن شاء الله هنطلع منها أحلى فتة لحمة إزاي. أول سر في فتة اللحمة المظبوطة هو التتبيلة. ما ينفعش نسلق اللحمة كده وخلاص، لازم تتشرب الطعم من جوه. هتبل اللحمة عندي ببصلاية مفرومة في الكبة، وكمان معاها طماطماية وحبة من الفلفل، فلفل أسمر، وكمان ملح ومعلقة صغيرة من السكر، وهقلبهم كويس في اللحمة وهسيبها ترتاح نص ساعة على الأقل. وكل ما ترتاح أكتر الطعم يعلى أكتر وأكتر. جربيها بالطريقة دي وهتعجبك جدا. مختلفة تماما عن طريقة السلق العادية. في الوقت دوت انا هسيبها طبعا تتبل، واول ما تقعد نص ساعة كده وتشرب نبدأ ان احنا نسويها مع بعض. اللحمة اتبلت عندي تمام، بجيب حلة عندي سخنة، بضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي او اي مادة دهنية بتفضليها، وبدي للحمة تشويحة كده سريعة. طبعا انا مش عايزة ان اللحمة تنزل المية اللي فيها، علشان خاطر برضو ما تفقدش العصارة بتاعتها وتبقى ناشفة معايا. اهم حاجة عندنا تكون زي ما اتفقنا الحلة سخنة. بس كده اول لما بيبدأ لونها يغير معايا بنضيف عندنا بقى عندي بصلتين، وكمان ورق لورا وفلفل اسمر وحبهان وطماطمايه، وبقلبهم كده تقليبة بس ياخدوا الريحة الحلوة بتاعة اللحم. في الوقت ده بكون بغلي عندي مية في الكتل، لان طالما احنا شوحنا اللحمة فلازم نضيف عليها مية مغلية علشان تسرع لي عملية السوى، ما تبدأش اللحمة انها تشد معايا. تمام. هضيف عندي المية المغلية وهسيبها بقى عندي تستوي على نار هادية او متوسطة زي ما تحبي. بس اول لما يطلع معانا ريم على الوش ببدأ اشيله عندي بالمعلقة وبغطي الحلة بتاعتي. ودلوقتي هنجهز مع بعض للرز. انا جبت هنا عندي معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وضفت عندي الرز الابيض. انا ضايفة هنا عندي 3 كوبايات من الرز الابيض. واهم خطوة معانا ان احنا نشوح الرز عندنا في السمنة البلدي علشان يطلع معانا مفلفل وطعمه حلو كده ولذيذ. تمام. بقلبه كده بالطريقة ديت لحد لما يبدأ يتغلف كل حباية رز بالسمنة اللي عندنا. وهضيف هنا عندي كل معلقة ملح صغيرة يعني قصادها كوباية رز، يعني كوباية رز هنعملها هنضيف عليها معلقة من الملح الصغير. وكمان ضفت عندي ورقتين من اللوري ورشة صغيرة جدا من السكر. ودوقي بقى أحلى شوية رز للفتة بجد، الكل هيحلف بيها. هقلبهم بالطريقة الحلوة دي وهشرب عندي الرز بالشوربة. بحب اعمل الرز بالشوربة اكتر علشان بيبقى غني في الطعم ومليان نكهة. خصوصا ان احنا يعني عندنا شوربة اللحمة فمتوفرة، وكمان هتدي نكهة اقوى واحلى للفتة. جربيها برضو هتعجبك جدا. بس يشرب كده عندي الشوربة والرز كده يشرب بالطريقة ديت، وهبدأ اقلبه اخر تقليبة، وههدي عليه النار خالص واغطي الحلة بتاعتي واسيب الرز يستوي عندي. ودلوقتي هنعمل الصوص اللي بيخلي ريحة الفتة تملى المطبخ كله. حلة على النار هضيف فيها معلقة من السمنة، وكمان توم مفروم وفلفل مفروم. واول ما يبدأ لونه يصفر معانا هنزل عليه برشة من الكزبرة الناشفة، وكمان هنزل عليه بالخل عشان الاول نعمل الطشة بتاعة الخل. ودي حوالي ربع كوباية. اول ما ريحتها كده تبدأ تطلع وتغلي معايا هضيف عندي عصير الطماطم، وده لتر من عصير الطماطم المتصفي. وكمان هضيف عليه رشة من السكر وشوية صغيرة من الشوربة ومكعب مرق الدجاج، شوية من الكمون والفلفل الأسمر. وبنقلبها بقى ونسيبها برضو تغلي على النار لحد لما تستوي معانا. مش قلت لكم الفيديو كله تفاصيل؟
ودلوقتي جه دور اللحمة. هحمر اللحمة معايا بالطريقة دي. جبت عندي معلقة برضو، يعني هما شوية من الزيت وعليهم معلقة من السمنة البلدي، وهبدأ اني اضيف عندي اللحمة تاخد لون حلو بالطريقة دي. بصي الجمال، عايزة اقولك ما تنشفيهاش، يعني لان اللحمة اول لما بتطلع من النار بتبدأ ان هي تتشمع. فيعني هي تشويحة خفيفة كده بس تاخد من الطعم الحلو، ومع رشة الفلفل والفلفل الأسمر والملح بقى والجمال كله. هتشوفي بقى التكة الفظيعة دي. كمان بنضيف عليها معلقة من الصلصة، بتاخد طعم اللحمة في حتة تانية خالص، وكمان بتفرق في لونها في التحمير، بجد بتبقى خطيرة. زي ما شفتيها كده معايا في أول الفيديو، جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا. معلقة الصلصة دي بتديها لون غني جدا. وجبت طاسة بقى عندي عشان نجهز مع بعض كمان للعيش. ده عيش ناشف، وتقدري انك تستخدمي العيش البلدي بتاعنا، تقدري تقطعيه مكعبات صغيرة. انا كسرت العيش زي مكعبات كده، وجبته كده هديله تشويحة بقى عشان اكمل الطعم الخطير. ضفت بقى هنا عندي في الطاسة معلقة صغيرة من السمنة، وكمان ضفت عليها العيش، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر، وأهم حاجة معلقة صغيرة من الثوم المفروم. بجد بتودي العيش في حتة تالتة خالص. ودلوقتي بقى الجزء اللي بحبه، وهو تجميع الفتة. اول طبقة عندي هحط الرز، وتقدري ان انتي لو بتضيفي الاول العيش المتحمر زي ما تحبي. طبعا انا عايزه اقول لكم على تكه مهمه، ان العيش المتحمر انا ضفت على فكره عليه كبشه كده من الصلصه، وقلبتها تقليبه بس مش اكتر من كده. بس انا بضيف عندي اول طبقه الرز. تمام. تاني طبقه بضيفها بعد كده هي العيش، وبصوا العيش لونه وريحته تجنن يا جماعه، مش قادره اقول لكم على الحلاوه. وبعد كده بضيف طبقة تانية من الرز الأبيض. وآخر حاجة هختم بيها بعد لما بساوي عندي الطاجن، طبعا بقدمه بقى في طبق التقديم. وبضيف على الوش عندي الصلصة الحمراء، وبضيف عليها اللحمة المحمرة. وكمان يا جماله بقى لو عليها معلقة من السمنة البلدي. اكيد لو وصلتي معايا لحد هنا يبقى عجبك الفيديو، فما تبخليش عليا باللايك الحلو، وكمان كومنت كده حلو زيك لو عجبك الفيديو واستفدتي منه. بصوا على الجمال بقى والمنظر اللي يفتح النفس، اللحمة طرية ودايبة دوب، والصوص متوازن وجميل، والريحة دي تفتح النفس من بعيد. ودي كانت لمستي في فتة اللحمة. السر كله في التتبيلة قبل السلق، وتسوية الرز بشوربة اللحمة، وكمان ما تنسيش الصوص الحلو المتوازن اللي عملناه مع بعض، وتسوية العيش أو تشويح العيش في معلقة السمنة البلدي والثوم المفروم، ورشة الملح والفلفل الأسمر. وأهم تكة معايا كانت اللحمة، وتسوية اللحمة، تتبيلها وكمان وتحميرها واحنا بنضيف عليها معلقة الصلصة. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس، عشان اللي جاي كله طعم وريحة وذكريات حلوة من مطبخ زمان. أسيبكم في حفظ الله وأمنه ورعايته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.